اجتماع سري، خطر غامض ينمو في الجنوب. في تحليلنا اليوم سنكشف عن القصة الكاملة وراء التحركات اللي ممكن تعيد رسم خريطة شمال أفريقيا بالكامل. طيب، خلونا نبدأ من الخبر اللي شغل بال الجميع. قمة ثلاثية غامضة بين المغرب ومصر والإمارات. التقارير غير الرسمية تتكلم عن اجتماع سري، والكل قاعد يسأل ليش هذا الاجتماع وبهذه السرية؟ الموضوع طلع أكبر من مجرد اجتماع واحد. شوفوا التسلسل الزمني للأحداث. أولاً، ملك المغرب في زيارة خاصة للإمارات لمدة 20 يوم. بعدها مباشرة رئيس الوزراء الجزائري يزور القاهرة ويلتقي برئيس المخابرات المصرية. وفجأة تطلع إشاعات عن القمة الثلاثية هذه. هذا التتابع السريع يوحي بأنه في شيء طارئ جداً وأنه التحرك منسق. إذن ما هو هذا الشيء الطارئ؟ كل المؤشرات تقول إنه مش الخلافات المعتدلة اللي عرفها كلنا، زي الوضع في ليبيا أو قضية الصحراء الغربية. الأجندة الحقيقية شكلها أعمق من كده بكثير، وتتعلق بتهديد مشترك كبير، تهديد الكل كان غافل عنه. كل العيون والتحليلات الآن تتجه نحو الجنوب. الخطر الحقيقي، بؤرة التوتر اللي ما حد كان منتبهها، قاعدة تنمو وتكبر هناك في منطقة الساحل الإفريقي. وهذه لمحة سريعة عن الوضع في الساحل. يعني دولة مثل مالي على وشك السقوط في يد القاعدة. بوركينا فاسو تعيش حالة فوضى عارمة. وفوق كل هذا، الانسحاب الفرنسي ترك فراغاً هائلاً في المنطقة. هذه الفوضى هي بالضبط اللي مخلية أجهزة المخابرات في شمال إفريقيا في حالة قلق قصوى. طيب، خلونا ننتقل ونشوف كيف هذا الخطر ممكن يتطور لشيء أكبر، لشيء بيسميه المحللون تأثير الدومينو، اللي ممكن تكون عواقبه كارثية. السيناريو المرعب اللي الكل خايف منه ماشي على 4 خطوات. الخطوة الأولى، الجماعات المتطرفة تسيطر بالكامل على دول الساحل. الخطوة الثانية، المقاتلون والسلاح يبدأون بالتدفق عبر الحدود الشاسعة للجزائر. الخطوة الثالثة، هذا الضغط قد يؤدي لانهيار الدولة الجزائرية نفسها. وإذا صار هذا الشيء، نوصل للخطوة الرابعة، تهديد وجودي مباشر لجيرانها المغرب ومصر. وهنا النقطة المهمة جداً اللي تفسر كل شيء. هذا اسمه ترابط الأمن القومي. ببساطة، استقرار جارك هو جزء أساسي من أمنك. يعني مصر ما تقدر تكون مستقرة وآمنة إذا كانت دولة بحجم الجزائر تنهار على حدودها الغربية، حتى لو كانت بعيدة نسبياً. وخلونا نكون واقعيين. شوفوا وضع مصر الحالي، هي أصلاً محاطة بحلقة من الأزمات من كل الجهة. ليبيا في الغرب، السودان في الجنوب، وغزة في الشرق. تخيلوا لو أضفنا لهذه الدائرة أزمة رابعة بحجم انهيار دولة كبرى مثل الجزائر. الضغط رح يكون هائل ويمكن أكبر من قدرتها على التحمل. لكن طبعاً كل هذه الأحداث ما تصير في فراغ. فيه لاعبين إقليميين كبار يراقبون الوضع عن كثب، ويقومون بتحركاتهم الخاصة لإعادة تشكيل المنطقة لصالحهم. هذا الاقتباس المثير للجدل المنسوب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكشف الكثير. حسب التقارير، هو استخدم هذا المنطق عشان يبرر طلبه بالعفو في قضايا الفساد بحجة إن المنطقة تتغير بشكل جذري وهو لازم يكون حر عشان يقود إسرائيل في هذه المرحلة. رسالته واضحة تماماً. الفوضى الحاصلة هي فرصة، وهو يرى أن إعادة التشكيل هذه تمتد من غزة وصولاً إلى شمال إفريقيا والساحل، وهو يريد أن يكون في موقع قوة عشان يستغل هذه الفرصة. وفي نفس الوقت فيه لاعب رئيسي آخر قاعد يحرك مبالغ مالية ضخمة جداً لتمويل وكلائه في المنطقة. تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال يزعم أن إيران غيرت طريقة تمويلها لحزب الله اللي تقدر بمليار دولار. الطرق القديمة مثل التهريب عبر مطار بيروت أو سوريا أصبحت صعبة. المسار الجديد حسب التقرير هو غسيل الأموال عبر شركات الصرافة في دبي، وهو مسار تعقبه أصعب بكثير. كل هذا يضع قادة شمال أفريقيا في موقف صعب جداً، موقف لا يحسدون عليه. هم محاصرون بين مشاكل داخلية وتهديد خارجي يكبر على حدودهم، وطموحات قوى إقليمية أخرى تستغل هذه الفوضى.
وهذا الجدول يلخص المأزق بشكل ممتاز. المغرب يواجه ضغوط اقتصادية واجتماعية، الجزائر بتاريخها من الصراع وحدودها المفتوحة هي في خط المواجهة المباشر مع خطر الساحل، ومصر مثل ما شفنا محاطة بالأزمات. كل دولة عندها تحدياتها الهائلة، وهذا اللي يخلي التعاون بينهم صعب جدا، لكنه في نفس الوقت ضروري أكثر من أي وقت مضى. وهذا يتركنا مع سؤال أخير ومصيري حول مستقبل واحدة من أهم مناطق العالم في مواجهة هذا التغيير الإقليمي الهائل. هل أصبح التعاون هو الخيار الوحيد المتاح للبقاء؟